كان في واحد جه لابونا وقال له انا هسيب الكنيسه دي لان كل الناس اللي فيها وحشه. قال له طب قبل ما تمشي بس عاوزك تعمل حاجه واحده. وراح مديله فنجان، طبق فنجان، وحط جواه كوبايه ميه كبيره كده وملى الكوبايه على الاخر، وقال له لو جدع تقدر تعدي في الكنيسه 3 مرات وتجيب الطبق الفنجان بالكوبايه ومفيش نقطه ميه نزلت من الكوبايه، تقدر؟ قال له طبعا يا ابونا ده انا استاذ في البالانس، في اظبط نفسي يعني. قال له طيب اعمل كده ووريني. فدخل الكنيسه 3 مرات، لف وجه مفيش نقطه ميه. قال له شفت يا ابونا، ده انا قلت لك انا بعمل بالانس خطير يعني ما حدش يقدر عليه يعني. قال له برافو، انا شاطر، انا مبسوط منك جدا. لكن قول لي بالمناسبه، هو كان مين اللي بيتكلم جوه؟ قال له انا ابونا ما خدتش بالي خالص الحقيقه. قال له طب ما شفت كان في كام واحد قاعدين جوه؟ قال له ابونا انا كنت مركز في الميه. قال له طب البنات كانوا اكتر من الولاد ولا؟ قال له ابونا انا كنت مركز في الميه جدا جدا عشان ما نزلش ولا نقطه زي ما انت قلت لي، فانا ما شفتش غير الميه، انا ما شفتش حاجه تانية. قال له هو ده اللي المفروض نعمله لما نخش الكنيسه حبيبي، نشوف يسوع بس، ولا اشوف حد ولا اسمع حد غير صوت يسوع. الناس وحشه او حلوه دي مش بتاعتي، ليهم اللي هيحاسبهم وليهم اللي هيقاضيهم، والدينونه دي للديان العادل مش لينا احنا. يعني ممكن حتى انا اكون في الكنيسه شكلي حلو قوي، لكن بره الكنيسه شكلي وحش قوي، من ورا الناس وحش قوي. يعني عندنا هيبوكرسي، عندنا مراءة بعض الشيء. لكن جيت الحق كل الناس هتلاقي عندها خطية المراءة دي، مفيش حد بيبين اللي هو بيعمله. حتى لما بتيجي تعترف بتبقى مش قادر تقول لأب اعترافك، وده أب اعترافك اللي عارفك من وانت صغير ولا عارفك من فترة وعارف كل خطاياك، تلاقيك مش قادر تقول لأن اللي جوه غير اللي بره. انت بره شكلك محترم وجوه ممكن يبقى مش محترم أبدا يعني. عشان كده حبيبي ما تركزش في الناس وما تركزش في الخدام، انت شوف إله الخدام، وما تركزش في أي حاجة في الكنيسة غير إله الكنيسة اللي هو يسوع. ربنا يدينا العين النقية دي اللي ما تشوفش حاجة وما تدينش حد خالص.